يدنس ثوب طاهرة، هيهات يلمس غرسها الزاكي يأبى العفاف بأن تلامسه أطراف خوان وشكاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إخوتي الكرام اتصال لقناة فدك الرافضية من الجزائري ابن الحر والحرة سفيان، ألقم فيه ياسر الخبيث حجرا وأنزله منزلته التي يستحقها، فبارك الله فيك أخي الكريم وحفظك الله لأهلك ووالديك، فلتشاهدوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. هل تسمعني؟ نعم أسمعك. معك سفيان من فرنسا. سفيان؟ من فرنسا. من فرنسا، تفضل. نعم. كيف الأحوال؟ نعم، حياك الله. هل من مشاركة معكم؟ أي تفضل. نعم، بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عندي كلمة للشيخ. نعم. أشهد الله وليشهد المستمعون أني أبغضه في الله، وهو أكره إنسان عندي. نعم. سمعتني؟ بعد كمل مداخلتك عادي. نعم. وأنا أضعه هو والنصارى واليهود في سلة مهملات واحدة، عليه من الله ما يستحق. أقول سفيان بس تكلم بأدب، وإحنا نستقبلك، عندك استفسار رد عليك، يعني خليك بس مؤدب، أنا أطلب منك بس تكون مؤدب، لا أكثر ولا أقل. نعم مؤدب إلى حد. نعم. ليس كذلك؟ أي تفضل كمل. فقط. اليهود والنصارى لم يطعنوا في عرض أنبيائهم، ويأتينا هذا ليطعن في عرض رسول الله، وتدعون الحب لأهل البيت. أليس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت؟ هل ترضى أن يطعن أحد في زوجتك؟ أليست من أهل بيتك؟ أي كمل. سبحان الله، والله أنا أعتبر أشد شرا من اليهود والنصارى. سبحان الله، عليه من الله ما يستحق. والله صدق من قال فيه أنه خبيث. والسلام عليكم ورحمة الله. ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها، ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني.